في واحد الليل شتوي في طنجة كانت الشاب سفيان كيدور في الأزقة القديمة ديال المدينة، خدام ديليفري وكيحاول يجمع فلوس باش يعاون دارهم. الحياة ديالو كانت عادية بزاف حتى لديك الليلة اللي بدلات كلشي. جاو عنده واحد الطلب في التطبيق، العنوان غريب، الزنقة صغيرة في مرشان والاسم ديال الزبون مكتوب غير بام. سفيان قال في خاطرو غريب ولكن خدام خصني نمشي. منين وصل لقى دار قديمة بزاف، الباب ديالها حديد. منين وصل لقى دار قديمة بزاف، الباب ديالها حديد ومصدي. ضرب الجرس ما جاوب حتى واحد. غير من بعد شوية الباب تحل بشوية بوحدو. دخل وهو متردد. السلام، كاين شي حد؟ الدار كانت مظلمة، غير الضوء ضعيف جاي من الفوق. طلع الدروج بشوية وكل خطوة كيحس براسو ماشي بوحدو. فوق لقى طابلة صغيرة وعليها ظرف. فتح الظرف لقى فيه 2000 درهم وورقة مكتوب فيها: إلا وصلتي لهنا راك انت هو اللي بغينا. الخدمة سهلة ولكن الخروج صعيب. قبل ما يفهم سمع الباب تسد من اللور. دور لقى واحد الراجل واقف. لقى واحد الراجل واقف طويل لابس نوار وكيبتسم ابتسامة باردة. قال ليه: مرحبا سفيان، كنا كنتسناوك. سفيان تفاجأ، كيفاش عارف سميتي؟ جاوبو: حيت حنا كنراقبوك من زمان. داك الراجل عرف راسو. اسمي مالك. قال لسفيان باللي عنده اختيار: اما يخدم معاهم في واحد الشبكه اللي كدير خدمات سريه، مراقبه، توصيل حاجات مشبوهه، ولا يخرج ولكن ينسى كل شيء وماشي سهل. سفيان كان خايف ولكن الفلوس مغريه والفضول اكثر. قبل الخدمه الاولى عطاوه واحد الشنطه صغيره وقالوا ليه غير وصلها لواحد العنوان في ملابطه وما تحلهاش. في طريقه سفيان ما قدرش يصبر، حل الشنطه لقى فيها غير تليفون قديم، ولكن منين شعلو سمع الصوت ديالو هو: الا كتسمع هاد الشيء راه خاصك تهرب، هاد الناس ماشي عاديين. سفيان تجمد، كيفاش الصوت ديالو؟ قبل ما يفكر جاو جوج طوموبيلات ووقفوا حداه، خرجوا منهم ناس لابسين نوار. هرب سفيان وجرى في الازقه وقلبو كيضرب. رجع للدار ديال مالك يطلب تفسير، ولكن منين دخل ما لقى حتى حد، غير مرايه كبيره في وسط الغرفه. منين شاف فيها تصدم، شاف راسو ولكن بعينين مختلفين وكيهضر بوحدو: راك ديجا خدمتي معانا من قبل ولكن حاولتي تهرب، وداكشي علاش مسحنا ليك الذاكره. سفيان ما بقى فاهم والو، واش بصح واش هادشي كامل ديجا وقع؟ فجأة خرج مالك من الظل: دابا فهمتي، انت ديالنا وما كاين حتى مهرب. ولكن سفيان هاد المرة ما استسلمش. شد داك التليفون وبدا كيقلب فيه حتى لقى فيديوهات فيها هو كيدير نفس الخدمة وكيتعرض للخيانة. قرر يقاتل. شعل النار في واحد البلاصة في الدار باش يخلق الفوضى وهرب من الشرجم. دازو شهور وسفيان حاول يرجع لحياته العادية، ولكن كل مرة كيمشي لشي بلاصة كيحس شي حد كيراقبو وكيجيه ميساج من رقم مجهول. مازال ما سالاتش اللعبة. وفي آخر مشهد كيبان سفيان واقف قدام مراية وكيسمع نفس الصوت: مرحبا من جديد.